أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قلنا إن ذلك يدل على أنه أخبر من الله بما أحدثه قومه من بعده. إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فكأن موسى إنما جاء حين الرجوع غضبان أسفا، فلم يجئ الغضب والأسف بعد أن عرف حالهم، لأن الله أعلمه بما كان منهم، فجاء مصاحبا للغضب وللأسف. وبعد ذلك قلنا إن قول الحق سبحانه وتعالى تصويرا لغضبه ألقى الألواح، والألواح هي ما فيها منهج الله لحركة حياة خلقه، فحين يلقيها معنى ذلك أن ظاهرة الغضب أخذت منه مأخذها، فألقى الألواح التي كان يجب أن يكون حريصا عليها ليصنع ماذا؟ يبقى إلقاء ألواح ثم أخذ برأس أخيه يجره إليه. عمليتين لا يمكن أن يحدث إلا في مظهرية الغضب. الغضب الذي هو عمل نزوعي نشأ عن حزن في مواجيد نفسه. سيدنا موسى لا نقول ألقى الألواح استهانة بها، ولكن ألقاها ليفرغ إلى أخيه الذي استخلفه على قومه من بعده. وبعد ذلك أخذ برأس أخيه يجره إليه. أخذ برأس أخيه هنا إجمال بالرأس في عمومها. في آية أخرى يقول لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. إذن ففي سورة فصل وفي سورة أجمل. صنع موسى ذلك ليسمع العذر من هارون، وإلا هو فهو يعلم أن هارون رسول زيه، فكيف يمكن أن يوافق على هذا؟ ولكنه أراد أن يسمعنا ويسمع الدنيا حجة أخيه بأنه قال أنا لم أقصر، ولكن القوم استضعفوني لأني وحدي وكادوا يقتلونني، يدل على أنه قاومهم مقاومة إلى آخر مجهودات الطاقة في الحياة، حتى أنهم كادوا. وبعد ذلك يقول له لا تشمت بي الأعداء، فأثبت عداوة بينه وبينهم. إذن فهو لم يوافقهم على شيء، ولكنه قاوم على قدر الطاقة البشرية. ولا تجعلني مع القوم الظالمين، لأنك إن أخذتني هذه المؤاخذة في حالة غضبك ربما ظن أنني كنت معهم في هذه العملية. الحق سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا موقف موسى وموقف أخيه. موقف موسى أنه غضب حتى على أخيه وابن أمه، وموقف هارون بين العلة في أن القوم استضعفوه وكادوا يقتلونه، وقد حصل بينه وبينهم العداء، ولا يمكن أن يطلب منه فوق هذا. حينما قال هارون ذلك تنبه موسى إلى أمرين. الأمر الأول أنه كيف يلقي الألواح وفيها المنهج، وكيف يأخذ أخاه هذه الأخذة قبل أن يتبين منه وجه الحق منه. فقال رب اغفر لي إن كان قد بدر مني شيء يخالف منطق الصواب والحق، واغفر لأخي. طب واغفر لأخه إيه؟ يغفر له إيه؟ يغفر له إيه ما دام أخوه صنع ما صنع؟ أم قال لك لأن أخوه كان يجب أن يأخذ في القتال حتى ينالوا منه ولو ما دون القتال جرحا أو خدشا أو إلى آخره.
اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. احنا قلنا حين تسمع أرحم الراحمين وتسمع خير الرازقين وتسمع خير الماكرين وتسمع خير الوارثين وتسمع أحسن الخالقين، كلما جمع فيه جمع هو وصف لله ويوجد فيه وصف مع خلقه. أنت أرحم الراحمين، فكأن الله لم يمنع الرحمة من خلقه على خلقه، فمن رحم أخاه سمي رحيما وراحما، ولكن الله أرحم الراحمين. بمعنى لماذا؟ قال لك لأن الرحمة من كل أحد ضمان لمظهرية الغضب في الأحد، وقالوا رحمت فلان أي من غضبي عليه وعقوبته، والعقوبة على قدر قوته. لكن الله حين يريد أن يأخذ واحدا بذنب تكون قوته إيه؟ ده قوته لا نهاية لها، يبقى إذن هو رحمته أيضا لا نهاية لها. إن الذين اتخذوا العجل حين يقال اتخذوا العجل، طب اتخذوه ايه؟ مذبوحا يأكلونه، آلة يدورون بها السواقي؟ قال لك لا، اتخاذ العجل هو معمول لكده، يبقى لازم تفهم انهم اتخذوا العجل ايه؟ إلها ومعبودا. اما اتخاذه فيما خلق له فلا غبار عليه، يبقى هنا محذوف متروك لفتنة السامع. ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب. طيب اذا اتخذنا العجل فيما خلق له العجل ينالني غضب؟ ما ينالنيش غضب. اذا سينالهم غضب، دل على انهم اتخذوا العجل في غير ما خلق له، يبقى اتخذوه الها. ان الذين اتخذوا العجل اي الها سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. سينالهم غضب، كلمة سينالهم يدل على أن الغضب والذلة أولها لسه ما جاش. سينالهم، ساعة ما نسمع سينالهم نقول في المستقبل، من المستقبل بتاع الدنيا إيه؟ الآخرة، لكن هو قال في مين؟ في الدنيا. طيب كيف يقول سينالهم غضب مع أنهم تابوا؟ فيما بعد هيقول لنا إيه؟ توبوا إلى بارئكم فاقتلوا إيه؟ وتابوا إلى بارئهم وقتلوا أنفسهم. يبقى الغضب ليه؟ قال لا، إنما الذي نالهم من الغضب هو ما ألجأهم إلى أن يقال لهم اقتلوا أنفسكم. يبقى سينالهم غضب أي قبل أن إيه؟ أن يتوبوا. الغضب مظهريته إيه؟ اقتلوا أنفسكم. وواحد يقول لك اقتل نفسك، ده منتهى الإيه؟ منتهى الذلة ومنتهى الإيه؟ الإهانة. فلما حصل لهم ذلك غفر لهم. سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. يعني دي أمر ليس بخاصية لهم، ولكن كل مفتر يتجاوز حده فوق ما شرعه الله لا بد أن ينالوا هذا الجزاء. ليه؟ لأن ربنا لما يكون لنا عنهم يبقى كله بيحكي لنا تاريخهم، ولكن الله يريد من سرد القصة أن يعتبر السامع للقصة في نفسه، واعتبار السامع للقصة في نفسه لا يتأتى إلا بأن يقول له وكذلك نجزي الإيه؟ يعني احذر أن تكون مثل هؤلاء فينالك ما نال هؤلاء، وإلا لو ما نبهنيش أنا لأنتفع من هذه العبرة وهذه اللقطة يبقى معناه إنه بيقول لي تاريخه مع الناس دول، والتاريخ مسؤول لأخذ الإيه؟ لأخذ العبرة والعظة ليتعظ بها مين؟ ليتعظ بها السامع. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وده اللي حدث بعد ما اتخذوا العجل وقال لهم توبوا إلى بارئكم وآمنوا كده، يبقى غفر لهم ولا لا؟ فإذا كان الحق قد قص علينا مظهرية جباريته فإنه أيضا لم يشأ أن يدعنا في مظهرية الجبارية إلا أن يدخلنا في حنان الرحمانية.
والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم تابوا، أم قال لك يتابوا يعني إيه؟ ندموا على ما فعلوا وأصروا على أن لا يعودوا. وإحنا قلنا زمان إن التوبة لها مظهريات ثلاثة. التوبة لها مظهرية التشريع أولا، ولها مظهرية الفعل من التائب ثانيا، ولها قبولية التوبة من التائب ثالثا. يبقى لها كم حالة؟ فمشروعية التوبة نفسها فيها رحمة. وإلا لو ما كانش ربنا شرع التوبة في ذاتها كان يتعب خلقه ولا ما يتعبهمش؟ يتعب خلقه ليه؟ أم قال لك لأن اللي عمل سيئة ولا ربنا ما يشرعش له التوبة يستشري في عمل السيئات، ويبقى زي ما قلنا زمان يبقى فائد بقى ما عادش ايه. لكن لما ربنا يشرع له التوبة يقول له انت عملت دي كف عليها لان هتوب عليك، يعني ما تعملش ايه حاجة تانية. يبقى رحمة بمين؟ بالمذنب وبالمجتمع الذي فيه المذنب. وبعد ذلك يتوب العبد، ثم يكون هناك مظهرية أخرى للحق وهو أن يقبل توبته. يبقى التوبة لها تشريع من الله وذلك رحمة، خلاص. وفعل من العبد بأن يتوب ذلك هو الاستجابة، وقبول من الله وتلك هي قمة الرجوع إليه. قول الحق إن الذين عملوا السيئات ثم تابوا من والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا يدل على أن عمل السيئة خدش الإيمان، فيقول له جدد إيمانا جديدا واستحضر ربك استحضارا استقباليا. ليه؟ أم قال لك لأن عملك السيئة غفلت عن الحق في ذاته، فلما تيجي تتوب بقى يبقى ايه؟ جدد ايه؟ إيمانك. ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور ايه؟ لغفور رحيم. وإذا كان الحق قد قال الذنب ذنب العبد، وذنب العبد فيما خالف منهج ربه فافعل ولا تفعل، فقال الذنب أذنب في أنه جانب منهجي واستغفرني وتاب فأنا قبلت توبته. إذا كنت أنا غفور رحيم إياكم يا خلقي أن تذكروا مذنبا بذنبه بعد أن يتوب، لأن صاحب الشأن غفر، وما دام صاحب الشأن غفر إياك أن تقول له يا سارق، إياك أن تقول له يا زاني، إياك أن تقول له يا مرتشي، ما دام قد جدد توبته وآمن والله صاحبها في أنه غفر. ما تبقاش تفايل أنت وتعمل إيه وتنكش له مين عملية الذنب من جديد. ولما سكت عن موسى الغضب، ما شاء الله، سكت عن موسى الغضب. هو الغضب يعني له سكوت؟ هو الغضب ده انسان كده سكت؟ أم قال لك ايوه، لان الغضب هيجان النفس لتعمل عملا نزوعيا امام من اذنب، فكأن الغضب بيوحى يقول له اضرب اشتم اقتل. الله، كأن الغضب صورة ايه؟ صورة شخص له اوامر، الاوامر دي تعمل ايه؟ تقول له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. فشبه الله الغضب بصورة انسان يلح على موسى في ان يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. فلما قال الله ذلك كأن الغضب سكت عنه، كأن الغضب ايه؟ سكت عنه. بعد ما يقول غفور رحيم يوم الغضب يتدخل بقى، ده غفور رحيم، خلاص انتهت المسألة. ولما سكت عن موسى الغضب، او هو كما قال اخواننا العلماء من القلب في اللغة. القلب يعني ايه؟ انه يقلب الحاجة اتكالا على فتنة السامع انه سيرد كل شيء الى اصله، كما نسمع في اللغة خرق الثوب المسمار. طب بالله مين اللي خلق التاني؟ الطب هو اللي خلق المسمار ولا المسمار خلق الايه؟ ام قال لك ده اسمه الايه؟ اسمه القلب.
القلب انه يجيب الحاجه مقلوبه علشان فطنه السامع هي ايه؟ او ان المسمار المستقر في مكانه التوب هو اللي طرق عليه. التوب المسمار قاعد في حاله في البتاعه دي، التوب بتاعك هو اللي طرق عليه فانخلق. يبقى العمليه من مين؟ فكأن التوب هو الفاعليه الحقيقيه من ايه؟ منه. ولما سكت عن موسى الغضب، او تاخد سكت كنايه عن انه زال وانتهى زي بعضه. ولما سكت عن موسى الغضب، اول حاجه عملها ساعه ما كان غضبان اسف ايه؟ القى الالواح. اول ما راح الغضب اخذ الالواح. يبقى كلام منطقي ولا مش منطقي؟ بكى الغضب خلاه ايه؟ القى. يبقى لما سكت الغضب يعمل ايه؟ ياخذ الالواح. امر منطقي. ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح. طب هو القى الالواح واخذ براس اخيه. ام قال لك ما هي مساله راس اخيه كونه طلب من الله ان يغفر له وان يغفر لاخيه تبقى المساله ايه؟ انتهى. انما لسه بقيه الالواح اللي محطوطه دي يعمل فيها ايه؟ قال لك اخذ الايه؟ اخذ الالواح. ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح. وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون. في نسختها احنا بنسمي ايه؟ كانت النسخه من الكتاب. نسخه يعني ايه؟ النسخه هي الشيء المنسوخ. منسوخ يعني ايه؟ يعني منقول من مكان الى، تقول انا نسخت الكتاب الفلاني من الكتاب الفلاني. كتاب مخطوط وبعدين نقلناه بقى طبع. يقول ايه؟ عملت ايه؟ نسخت الكتاب يعني خدته يبقى نقلته من الاصل الى مين؟ يبقى اسمه منسوخ ولا لا؟ ام قال لك كلمه فعل دي تاتي بمعنى ايه؟ بمعنى المفعوليه. تبقى نسخه يعني ايه؟ منسوخه. وقال لك ما هي في القران حاجات زي دي كتير. هناك الحق سبحانه وتعالى قال ان الله مبتليكم بايه؟ بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه بيده. غرفه يعني ايه؟ يعني مغروفه. غرفه يعني ايه؟ شويه ميه مغروفين كده من الايه؟ من مش عيب يعني. قال لا يا دوب خد على قد ما بس تجري ريقك كده. يبقى غرفه هنا بمعنى ايه؟ بمعنى مغروف. والغرفه ايضا في البيوت لانها حاجه مقتطعه وعاملين لها جدران لوحدها وحته لوحدها تبقى اسمها غرفه مغروفه من المكان في حيز ايه؟ في حيز مخصوص. وفي نسختها اي في منسوخها هدى ورحمه. هدى احنا قلنا الهدى هو المنهج الموصل للغايه. طيب المنهج الموصل للغايه، المنهج في افعل ولا تفعل وموصل للغايه. اي غايه يوصل اليه؟ وعشان يوصله لثواب الايه؟ لثواب الاخره. يبقى اذا الهدى والرحمه شيء بس من طرفين. الهدى هو المنهج، المنهج عشان يعمل له ايه؟ ايه اتبعه عشان ايه؟ يرحمه. هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون. قال لك طب ما دام كان هدى ورحمه يبقى كل اللي سمعوا يعمل ايه؟ يبقى يهتدي وربنا يرحمه. لا، لمن جعل الله في باله وجعل صفات الجباريه في الحق تخوفه يوم هو ده يبقى هدى لمين؟ يبقى اذا لابد ان يستحضر الانسان او المؤمن رهبته لربه عشان المنهج يعمل ايه؟ يبقى هدى وايه؟ هدى ورحمه له. طب للذين ربهم يرهبون او يرهبون ربهم، ام قال لك ساعه ما تشوف المفعول تقدم افهم ان دي اختصاص. اختصاص يعني ايه؟ لما الحق سبحانه وتعالى في فاتحه الكتاب قال ايه؟ اياك نعبد. ما الفرق بين اياك نعبد ونعبدك؟ ام قال لك نعبدك لا تمنع من العطف عليها. يمكن نعبدك ونعبد الشركاء وياك مش كده؟ انما اياك نعبد خصصنا العباده بك فلا تتعدى الى غيرك. يبقى اذا لما حين يقدم المفعول يبقى عمل ايه؟
اختصاص. اكرمتك لا مانع تقول واكرمت زيدا واكرمت عمرا، انما اياك اكرمت. يبقى انا ما اكرمتش الا مين؟ الا انت. طيب على او كان يقول لي والذين هم ربهم يرهبون، وكنت عايز التخصيص دي، انما كلمه لربهم يرهبون. اما قال لك لان الرهبه قد تاخذ ظاهرا في انه ممتثل لامر الله، ولكن من الجائز انه عملها رياء ولا سمعه، ولا انه عشان الناس يقولوا يا سلام ده عافي، وانه هو مش عارف قدر فعفى والناس يقعدوا يثنوا عليه. او يكون واحد ضرب واحد قلم، كان من الممكن ان من ضرب القلم يعمل ايه؟ يضرب الثاني قلم. واحد يقول لكن من صبر وغفر، ربنا قال ولا من صبر وغفر ان ذلك، يبقى ده رهب مين؟ رهب ربه. انما واحد قال الله انا انضربت قلم، ما يجي اخوه الكبير لا ومني يضربني دل ولا يفطسني، يبقى مش لربهم بقى. يبقى اراد التخصيص، التخصيص من نواحي متعدده، بانه لا يرهب غيره، وان الرهبه خالصه لمين؟ فليست رياء ولا سمعة ولا لقصد الثناء ولا لقصد احترام اهل الذين لم اوذي لهم ايه؟ ابن ولدا. هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا. كلمة اختار تدل على ان ذلك في الفعل الاختياري الذي يرجح العقل فيه فعلا على عدم فعل، والا فالامر اللي ماليش فيه اختيار، واختار يعني طلب الخير والخيار. احسن حاجه اخترت يعني طلبت الايه؟ الخير والخيار. طب معنى طلبت الخير والخيار كان في مكنتك ان تاخذ غيره، يبقى اذا لا تتاتى الا في الامور الايه؟ الاختياريه اللي هي مناط التكليف. كما قلنا اللسان خاضع لإرادة صاحبه، فخضع للمؤمن حين قال لا إله إلا الله، وخضع للملحد حين قال لعنه الله لا وجود لله. لا في دي عصي ولا في دي ايه؟ يبقى ما الذي رجح أمرا على أمر؟ رجح عند المؤمن أن يقول لا إله إلا الله، ورجح عند الملحد أن يقول ما يناقض ذلك ولا لا؟ يبقى إذن ده إيه؟ من الإيه؟ اختيار. اختار موسى قومه، إحنا نقول اختار من قومه 70 رجلا، هذا هو التعبير الشائع. اختار من قومه 70 إيه؟ إحنا اللي درسوا بقى اللغة يقول لك إن فيه حدث وفيه فاعل للحدث، اللي بنسميه احنا ايه في اللغه؟ فاعل. خلاص؟ كتب زيد، يبقى زيد هو اللي عمل الايه؟ الكتابه. طب الكتابه وقعت على الكتابه وقعت من زيد على ايه؟ كتب زيد الدرس، يبقى الدرس وقعت عليه الايه؟ يبقى بنسميه مفعول به، يعني ان الحدث وقع من فاعله على مفعول به، بنسميه ايه؟ ومرة بنسمي مفعول له. قمت لوالدي إجلالا، من الذي قام؟ أنت. الإجلال دي هل وقع عليها الفعل ولا هي التي كانت سببا في إيقاع الفعل؟ فبنسميه مفعول لإيه؟ لأجله. صمت يوم كذا، مفعول فيه، لأن برضو الفاعل فعل الفعل، مرة يقع على كذا يبقى مفعول، مرة يقع لأجل كذا يبقى مفعول لإيه؟ لأجله. ومرة يقع في يوم كذا العصر ولا الظهر يبقى مفعول في إيه؟ ومرة يبقى مفعول بيسموه مفعول معه، برضه بيسموه إيه؟ مفعول. يقول سرت والنيل، يعني إيه سرت والنيل؟ والنيل أنا مشيت كده زي النيل ما هو ماشي، سرت مع الإيه؟ مع النيل. كل ما امشي الاقي نيل، كل ما اكن النيل ايه؟ اكن النيل ماشي وياه وانا ماشي وياه مين؟ اسمه مفعول ايه معه. ثم اذا انت بتقول مفعول به ومفعول له ومفعول فيه وهو الظرف، وايه قلنا تاني مفعول ايه؟ ومفعول معه. طب ولماذا تقول فيه مفعول منه؟ ويبقى واختار موسى قومه مفعول ايه؟
منه، لان الاختيار وقع من مين؟ من القوم. اخترت من القوم، يبقى الفعل المفعول دي من مين؟ من القوم دي. او تقول ان اختار موسى قومه، وبعد ذلك كما تقول اكلت الرغيف، ثم تستدرك فتقول نصفه ثلثه ربعه، يبقى بدل بعض. اختار موسى قومه، يقول له لا، هو ما اختارهمش كلهم، انما اختار ايه؟ اختار منهم. يبقى او عطف او بيان، واختار موسى ايه؟ قومه. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. قالوا في علة 70 انه هو عنده اسباط، فخد من كل ايه؟ سبط شويه، علشان ايه؟ يبقى كل الاسباط ايه؟ ممثلين. لميقاتنا. واختار موسى قومه، اي اختار موسى من قومه 70 رجلا لميقاتنا. كلمة ميقات مرت قبل كده، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. يبقى كلمة ميقات مرت ومرت هنا تاني مرة. هل الميقات هذا هو الميقات الأول؟ طب الميقات الأول كان لإيه؟ لكلام الله، خلاص. والميقات الثاني قال لك ده للاعتذار عن عبدة الايه؟ عن عبدة الايه؟ العجل. ولما جاء موسى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما اخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت اهلكتهم. طب الرجفة اخذتهم ليه؟ ليه اخذتهم؟ لانهم حينما لم يقاوموا اللي عبدوا العجل، ربنا حب ايه؟ يديلهم ايه؟ زي ما احنا بنسمي ايه؟ بس زغزاغه كده. اخذتهم الرجفه، والرجفه هي الايه؟ هي الزلزله الشديده التي تهز المرجوف من الراجف. قال موسى حينما اخذتهم قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل. انا جبتهم من قومهم، ودلوقتي فاهمين قومهم، فاهمين ايه؟ ان ال70 وياي وانا جاي، ان اهلكتهم كده يبقى يمكن يفهموا ان انا جبتهم لايه؟ ليموتوا. فلو كنت مميتهم كنت امتهم ايه؟ من قبل هذه المسألة. لو شئت اهلكتهم من قبل واياي وانا معهم كمان، اتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ أنت أرحم من أن تهلكنا بما فعل إيه؟ السفهاء منا. وما دام أنت أرحم من أن تهلكنا بما فعل السفهاء منا، يدل على أن العملية عملية إيه؟ عملية فعل. والفعل هو عبادة مين؟ العجل. فلو أن في الميقات الأول ما كانش فيه فعل، ما عملوش حاجة في الميقات الأول، ده كل ما فيها أن الله حينما كلم موسى قالوا ما دام هو كلمه يبقى نقدر نقول له وريه لنا ربنا ولا لا؟ فيبقى إيه؟ قالوا أرنا الله. يبقى القول هنا بقى هنا مين؟ في الميقات ده فعل، إنما هناك قول. يبقى ما دام قال أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، يبقى ما فعل في الميقات إيه؟ فعل. وإحنا قلنا زمان أن كل حدث يحدث من جوارح الإنسان نسميه إيه؟ عمل. بس العمل أقسام. قسم هو القول ومقابله الفعل. يبقى مقابل القول إيه؟ الفعل. لما تقولون ما لا تفعلون. يبقى فيه قول يجمعهم إيه؟ عمل. يبقى القول عمل اللسان والفعل عمل الجوارح غير اللسان. الله، كأن كل الجوارح نسميه ايه؟ فعل، واللسان لوحده ايه؟ واخد الايه؟ واخد القول. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك. يعني ايه فتنتك؟ احنا قلنا الفتنة هي الاختبار، والاختبار ده مذموم في ذاته ولا مذموم بالنسبة لسوء نتيجته؟ أيقال في أي امتحان إنه مذموم؟ لا، هو هيبقى مذموما لمين؟ ده اللي يسقط، إنما اللي ينجح يبقى مذموم عنده.
يبقى اذا ما معنى الفتنه؟ الفتنه الابتلاء والاختبار. الاختبار ده انما يصنعه الانسان الجاهل بما تصير اليه الامور، ولكن ايكون ذلك بالنسبه لله؟ بقى ربنا عملها فتنه عشان يختبرهم يشوف هيعملوا ايه؟ طب هو عارف اللي هيعملوه. قال لك معرفه الله تبقى مش حجه عليهم، انما الفعل منهم في الواقع هو اللي حجه. الفعل منهم هو اللي ايه؟ احنا ضربنا المثل وقلنا لما يجي عميد الكليه يقول لي مثلا لاستاذ الماده انا عايز اشوف مين اللي يطلع ياخد الجائزه اللي جايه لماده كذا دي، يقول له والله ما فيش الا فلان الطالب الفلاني. يقول له لا يا اخي اعمل اختبار، يبقى ما صدقش كلامه على الاول. ليه؟ قال لك لانه لو اخذ بكلام الاستاذ يمكن اللي ما ياخدش الجايزه يقول لا ده لو امتحنا كنا هنعمل ايه؟ كنا احنا اللي هناخدها. يبقى قال له بلاش ناخدهم بعلمك وانما ناخدهم بواقعهم هم. فاعمل امتحان عشان ناخدهم بمين؟ بواقعهم. الاخذ بالواقع ولا الاخذ بايهما اعدل؟ الاخذ بالواقع مش الاخذ منين؟ الاخذ بالعلم. قال له ان هي الا فتنه، تكون جعلتهم انهم ما دام خلقتهم مختارين وبعدين ابتلتهم بتكليف يصح يطيعهم ويصح ايه؟ وما دام انت اديتهم تكليف يصح يطيعوا يبقى انت اللي اديتهم الاختيار ولا لا؟ وما دام اديتهم الاختيار تبقى خلاص. ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. هو يضل وادي. قال لك لان ما دام خلقك مختارا يبقى اباح ان يكون منك الضلال واباح ان يكون منك ايه؟ يبقى مين اللي تسبب في ان يجعل لك ضلالا وهدايه؟ اللي عملك مختار. اللي عملك ايه؟ مختار. تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقد بين من يشاء هدايته ومن يشاء اضلاله، فقال والله لا يهدي القوم الظالمين. الله ما دام لا يهدي القوم الظالمين يبقى مين اللي جاب عدم الهدايه؟ ظلمهم. والله لا يهدي القوم الكافر والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى جعل الله للعبد اختيار في انه يختار دي او دي، يبقى ما حدش عمل حاجه قهرا عن الله، لان الله لو لم يخلقك مختارا لما استطعت ان تفعل غير مراده، ولكنه خلقك مختارا. لكن ما دام خلقك مختار ساعة ما تختار الهداية وتختار الضلال يجي كده جزافا من الله. أم قال لك لا، الذي يظلم الذي يفسق يبقى أهل لأن يعينه الله على هداية، يقول له لا يا أخوة خليك على كيفك أنت. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء وتهدي من تشاء. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. الله، أنت ولينا والولي هو الذي يليك، ولا يليك إلا من قربته بودك له، ولم تقربه إلا لحيثية فيه تعجبك. الحيثية تقول يا سلام أنا أقربه ده ينفعني، لما حد يعتدي عليا يساعدني، لما أعوذ منه غني ومش عارف إيه أعوذ منه عالم أخذ منه. الله، إذا الولي يعني معناه الأول إيه؟ القريب. طب قربت منك ليه؟ لأن فيه خصلة من الخصال اللي قد إيه؟ تنفعني. ينصرني على مين؟ يعلمني، إذا اعتذرت يديني. كويس أوي. أنت ولينا أي ناصرنا، وما دام أنت ولينا وناصرنا يبقى أنت أقرب شيء إلى مين؟ إلينا. وما دام أقرب أنت شيء إلينا يبقى لما نكون إحنا عملنا ذنب يبقى أنت أولى بأن إيه؟ بأنك أنت تغفره. فاغفر لنا. ونعلم من هذا أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ولذلك ربنا قال ايه؟ فمن ايه يحزح عن النار هذا درء مفسدة النار وادخل. يبقى درء المفسدة الاول مقدم على ايه؟ واحنا شبهنا زمان وقلنا هب انك انت مثلا في تفاح وعايز تمد ايدك تاخدها،
وبعدين التفت لقيت واحد حدفك بطوبه، ماذا تصنع؟ خليك في الحاله الانفعاليه دي، تعمل ايه الاول؟ لازم تدفع الطوبه الاول وبعدين تبقى تاخد التفاح. انما تاخد التفاحه وتصيب الطوبه يبقى درء المفسده مقدم على ايه؟ على جلب المصلحه. هنا درء المفسده قال له اغفر لنا يا رب، اول ما ايه؟ اول حاجه اغفر ايه؟ لنا. وبعدين ايه؟ ارحمنا. طب الرحمه دي أم قال لك فيه، ولذلك القرآن يقول لك إيه؟ وننزل من القرآن ما هو إيه؟ شفاء ورحمة. أم قال لك الشفاء يقع داء وبعدين القرآن لما تروح لمنهجه يشفيك من هذا الداء. طب والرحمة أن لا يجيء داء بالمرة. إن اعتبرت بقى القرآن وخدته لك نصيب يبقى ما يجيش إيه؟ ما يجيش داء. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الإيه؟ خير الغافرين ولا الراحمين؟ وانت خير الغافرين. الخير زي ما قال برضه خير الرازقين وخير الماكرين وخير الوارثين. الخير مين؟ لان المغفره قد تكون من الانسان ومقابله الانسان، لكن ربنا بيقول المغفره بتاعتي فوق مغفره الخلق. ليه؟ لانني خير الغافرين. ليه؟ السبب ايه؟ ام قال لك لان الغافل زي ما قلنا قد يغفر رياء، قد يغفر سمعة، قد يغفر لأنه خاف البطش الإيه؟ المقابل. لكن أنا ما بخافش من حد، أبقى أنا خير الغافلين من غير ثمن يعني. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة. يبقى كم طلب له؟ الأول إيه؟ اغفر لنا، أدي درء المفسدة، وبعدين إيه؟ ارحمنا. طب أنت خير الغافلين عادت لمين؟ لفغفر ايه؟ وارحمنا. عايزين احنا عندنا طلب الايه؟ اغفر لنا ادي واحده، وبعدين الرحمه قلنا اغفر لنا دي درء مفسده، وارحمنا قلب ايه؟ قلب منفعه. طب خير الغافلين دي عايده لمين؟ اغفر لنا، يبقى باقي ايه؟ الرحمه. قال واكتب لنا في هذه الدنيا ايه؟ ولذلك تجد ان اغفر لنا وارحمنا المغفره الاول والرحمه جت ايه؟ الثاني. خير الغافلين عادت لمين؟ نغفر لنا واكتب لنا في الحسنه، عايده على ايه؟ يبقى عايده على الرحمه. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره انا هدنا اليك. وفي الاخره يعني ايه؟ يعني برضه حسنه. ما هي الحسنه؟ الحسنه لها معنى لغوي ومعنى شرعي. اما المعنى اللغوي فكل ما يستحسنه الانسان يسمى ايه؟ يسمى حسنه. ولكن الحسنه الشرعيه هي ما حسنه الشرع. يبقى الشرع عامل على تصرفاتنا كنترول. انت بتقول الحسنه هو ما استحسنته انت. قد يستحسن الانسان المعصيه، نقول له لا ده استحسان ايه؟ بشري بعيد عن المنهج. انما احنا عايزين الاستحسان هو استحسان الشرعي. طيب اكتب لنا في هذه الدنيا حسنه، اللي هي المراد ايه منها؟ ايه؟ الحسنه الشرعيه ولا الحسنه اللغويه؟ ان كانت الشرعيه يبقى قال وفي الاخره، لان حسنه الاخره هي على مين؟ على الشرعيه. يبقى تيجي واحده ولا يقول وفي الاخره حسنه؟ ده يقول وفي الاخره حسنه لو كانت دي غير ايه؟ غير دي. انما اذن كان الحسنه المعتبره في عرف المكلفين من الله هي الحسنه مين؟ الشرعيه. الحسنه الشرعيه. والا فالانسان قد يستحسن شيء وهو مش ايه؟ لانه ينظر الى عاجليه النفع فيه، ما ينظرش الى آجلية النفع، وما ينظرش الى كمية النافع. النفع احنا قلنا في الدنيا على قدر ايه؟ على قدر تصورك في النفع، والنفع في الاخره على قدر تصور مين؟ على قدر تصور الله. يبقى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه، المراد بها الحسنه دي ايه؟ طب امال ايه ما دام هي الحسنه الشرعيه ما هتبقى بتاعت الدنيا وبتاع الايه؟ بتاعت الدنيا عملا وبتاع الاخره ايه؟ جزاء. خلاص؟ أم قال لك لا، هو أراد بالحسنة الأولى ما يعم الحسنة الشرعية والحسنة الإيه؟
اللغوي اديني عافيه، مش كده؟ اديني نعم طيبه. ولذلك احنا قلنا هناك قال لك ان الحق سبحانه وتعالى قال فيها ايه؟ قال لي للذين امنوا خالصه ليه؟ امتى تكون خالصه؟ يوم القيامه، خالصه يوم القيامه، ولكن غيرهم ينتفع بها ولا لا؟ يبقى الغير حين ينتفع برحمة الله، الجماد منتفع برحمة الله، النبات منتفع برحمة الله، الحيوان منتفع برحمة الله، الكافر منتفع برحمة الله. الرحمة اللي بقى التي وسعت كل شيء، الرحمة اللي وسعت ايه؟ كل شيء. لكن مسألة الآخرة كجزاء على الإحسان يبقى دي خاص بمين؟ خاص بالمؤمنين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. احنا قلنا هذا يعني رجع، هدنا إليك أي رجعنا إليك. وده كلام موسى عنه وعن أخيه وعن القوم الذين ايه عبدوا ثم ايه تابوا. وما دام رجعنا اليك يا ربي فانت اكرم من ان تردنا ايه؟ من ان تردنا خائبين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره انا هدنا اليك. قال عذابي اصيب به من اشاء. عذابي اصيب به ايه؟ من اشاء. ما فيش حد يوجهني في توجيه العذاب لاحد. ولما يكون واحد اذنب ذنب مش انا اغفر له يا اخي. ما تقولش ان لما يذنب ذنب يبقى لازم ايه؟ يتعذب. لا، انا عذابي اصيب به من ايه؟ من اشاء. ورحمتي وسعت كل شيء. رحمتي وسعت كل شيء. الله، نعم. الرحمه هي قال لك الرحمه بتاعت الدنيا وسعت كل شيء، الطائع والعاصي والمؤمن والكافر، ولكنها خالصة زي ما قلنا لمين؟ فسأكتبها. كلمة سأكتبها يدل على ان في زمن ايه؟ يبقى اذا في الآخرة، يبقى اذا الرحمة وسعت كل شيء في امتى؟ في الدنيا. وبعدين قوله فسأكتبها يبقى دليل على ايه؟ على ان هذا في الايه؟ طب وهو سأكتبها ولا كتبها بالفعل وانتهى كل شيء؟ أم قال لك هي انتهت بالنسبة لعنديته، إنما عندنا احنا لسه. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. هنا اليهود لما يناقضوهم يقولوا نحن شيء فلتسعنا رحمة الله لأننا ايه؟ شيء. يقول له وقد وسعتكم في الدنيا الكلام على الايه؟ على الآخرة. فسأكتبها للذين ايه؟ يتقون. يقول له نحن متقون، احنا ايه؟ متقون. يقول لهم متقون حينما لم يوجد نبي بعد نبيهم. ولذلك هيجيب لهم يقول لهم ايه الاخر؟ الذين يتبعون الرسول النبي الامي. الذين يتبعون الرسول النبي الامي. يبقى كم ايه؟ كم حاله؟ الحاله الاولانيه هم قالوا ايه؟ نحن شيء فالرحمه تسعنا. أم قال لك الرحمه تسعكم في الدنيا الكل فيها، ولكن الكلام انها قال ساكتبها لمن اتقى. قالوا ونحن ايه؟ متقون. متقون مين؟ في منهج موسى. ولو كنتم متقين في منهج موساكم لآمنتم بمحمد، لأن من ضمن تعاليم موسى أن تؤمنوا بمحمد. وإلى لقاء آخر.